موجوده معاكم اعزائي المشاهدين ولعبه الشطرنج والحديث عنها. اخوي مساعد يعني شفت ويانا اخبار يمكن كره القدم ولكن لعبه الشطرنج، خلينا نتكلم عن يعني توجهك لهذه اللعبه في البدايه. قليل ما نشوف يلعب لعبه الشطرنج، خصوصا رياضه يمكن نشوفها البعض ممله او صعبه معقده. صح كلامك. انا للامانه يمكن قصتي غريبه شوي. انا كنت في الدوام واذكر كان مسؤولي كان يلعب اللعبه، فكذي من باب ان ابي اعرف اللعبه هذه لان كانت معقده فعلا، فما كنت بس اشوفه، كان وياه واحد يلعب فدخلت معه اطالع، مجرد اني اطالع كنت لين شوي شويه فهمت القوانين، فهمت القطع شلون تتحرك. حاولت اني العب معاه كذا مره، لقيت اني اخسر. نعم. دخلت شوي. مساعد، دخلت للعبه يعني حبا يوم شفت مسؤولك دخلت في اللعبه. نعم. شلون صارت مشاركتك؟ يعني هل كان تدريب خاص بروحك؟ في احد كان يدربك؟ للامانه اول شيء انا كنت اعتمد على الانترنت، كنت العب على اساس انها لعبه عاديه، فكنت العب مع ناس بالانترنت اونلاين. شوي شوي حسيت ان وضعي صار احسن، بديت اتحسن باللعبه. ممتاز. وشوي شويه اكتشفت ان في دوره عن طريق نادي الالعاب الذهنيه، كانت منظمتها شركه البترول، فشاركت فيها وحققت نتائج زينه يعني. ممتاز. فحبيت اللعبه. تذكر اول مشاركه شنو كان النتيجه؟ تحبط ما تحبط؟ اذكرها. اول مشاركه لي كانت بشركه البترول بالاحمدي، كانت منظمتها، وجبت نتيجه ممتازه، تقريبا 4.5 من 9. ممتاز. كانت النص. خلينا نتكلم عن يعني دخولك لنادي الالعاب الذهنيه. تشوف انه يعني شنو يقدم حق مساعد؟ فادك شلون يعني؟ خصوصا وانت ذكرت ان في انترنت وتتدرب وتلعب اونلاين. صح. شو اللي زادك يعني خبره نقول او فادك نادي الالعاب الذهنيه؟ الانترنت مو كافي، لان اللعبه هذه مثل البحر، يعني كثر ما توصل راح تحتاج زياده. النادي وفر لنا مدرب طبعا دولي مصنف عالمي، ابو الكويت هني مشرف على كل اللاعبين، في جدول معين للاعبين حسب مستوى اللاعب. ممتاز. فعلى هالاساس نكون احنا متجمعين في وقت معين ويتم تدريبنا. يمكن قاعد نشوف هذه اللقطات الحين قاعد تطلع معنا على الشاشه، يعني مثل هذه اللقطات دائما نشوف لاعب الشطرنج ايده يعني اما ساندها على الطاوله ومو ما يحاول يشوف يمين. وانا حضرت بطوله هنا في نادي الالعاب الذهنيه ايضا ممنوع الحديث. ليش دائما نشوف يعني هل تشوف الصمت هذا شنو اللي يساعد اللاعب يعني؟ هذه حركات لا اراديه، يعني كل شخص كل لاعب له حركات معينه، يعني يمكن لما تلعب اللعبه هذه راح تلاحظ اللاعب المعين له حركه معينه او طريقه معينه يرتاح فيها. حركات هذه يقرا تفكيره منها ساعات يعني في بعض اللاعبين ممكن ان انت من كثر ما لعبت تعرف شنو ممكن راح يخطي بهالخطوه؟ لا بس يبين التوتر طبعا، التوتر اذا انت لعبت مع لاعب يبين انه متوتر او انه مثلا مرتاح او انه يعني يبين. ممتاز. خلينا نتكلم عن يعني اول انجاز حصل لك، وين كان بطوله شنو كانت؟ شلون كان الشعور؟ خصوصا يعني انا شايف اجواء البطولات صعبه يعني تستمر ايام. صعبه صح. انا بالنسبه لي كان اول انجاز في اسبانيا. ممتاز. رحنا جزيره مايوركا، كان في هناك بطوله طبعا عالميه مصنفه وريتد اللي هي يكون لها تصنيف عالمي، لما تروح هناك اما يكون لك تصنيف او راح يطلع لك تصنيف اذا كنت لاعب جديد. فرحت هناك وحصلت على نتيجه وايد زينه، هذه كانت اول بطوله لي. ممتاز. يعني دائما ترى في ناس تقول يروحون يلعبون بطولات خارجيه، لكن هذه البطولات مستواها ممكن تكون اقليميه ما هي دوليه. شو ترد عليهم؟ خصوصا يعني دول اظن اسبانيا تعتبر من الدول اللي لها حضور في لعبه الشطرنج. اوروبا بشكل عام يعني وشرق اسيا هم المنطقتين هذه بالكره الارضيه اللي يكونون هم يعني التوب في لعبه الشطرنج. ممتاز. انا طبعا ترى حركت هذه تو من شوي ما ادري محركها صح غلط ما اعرف اللعبه، بس يعني دائما اشوف، حتى حطيت بالي وياك شفتك على طول يعني انتبهت وياك. طبعا هذه الطاوله نقول نقول الجنود القطع دائما يعني شلون تكون لها اهميه او يعني وين مراكز القوه فيها دائما؟ الطاوله عباره عن 64 مربع و32 قطعه حق كل فريق. ممتاز. وكل قطعه لها طريقه حركه معينه. انا هامني منو اقواهم هنا، دائما يكون في واحد قوي فيهم. مو شرط هذه مو هذه اقوى قطعه، بس في وضع من الاوضاع ممكن تستغني عنها مقابل انك تخسر الملك. اذا الملك ممكن الملك هو اذا خسر انت خسرت اللعبه. الملك دائما يحافظون عليه. دائما تحافظ عليه. خلينا نتكلم اخوي مساعد ايضا عن يعني مستوى شبابنا الكويتي في اللعبه، بس قبل لا نتكلم عن مستوى شبابنا الكويتي في اللعبه
شنو افضل انجاز انت حققته بنقول خارج الكويت؟ خارج الكويت كانت في اسبانيا مثل ما قلت لك، هذه البطوله اللي كانت الاولى لي وما انساها يعني. ممتاز. منو من اللاعبين كان مشارك وياك في هذه البطوله؟ اللاعبين كان اللاعب بدر الخالدي، ممتاز، واللاعب طاهر الخطيب، واللاعب بدر الهاجري كانوا موجودين، وهم حطوا طبعا بدر الهاجري له لقطه انا سمعتها انه في احد المرات رغم انه ممنوع التصفيق والكلام الا انه قاموا وصفقوا له بحكم انه حقق انجاز معين. بدر الهاجري كسر القاعده، مثل عشان ابسط لك اياها تفهمها، مثل اللاعب النادي العربي فاز على مارادونا. يزعلون الحين النادي العربي. طبعا اخيرا بس شنو محتاجين لهذه اللعبه يعني من اجل انه يكون في حضور في يعني اكثر في المشاركات الخارجيه؟ للامانه احنا تحت مظله الهيئه العامه للشباب والرياضه ومو مقصرين ويانا بشيء للامانه، يعني من حيث تنظيم البطولات، من حيث المشاركات الخارجيه، بس هم احنا بحاجه حق مدربين زياده. كميه عدد اللاعبين اللي موجودين حاليا بالنادي قاعد تزيد، في اقبال كبير من الشباب والبنات، وما عندنا الا مدرب ومدربه واحده حق الناشئين، ف يعني اللي اشوف ان المدرب الثاني ضروري وجوده. نعم. اخوي مساعد، يمكن اللقاء كان سريع والوقت سرقنا مثل ما يقولون، اللعبه جميله ومحتاجه حديث كثير ودنا تعلمنا عليها ان شاء الله. وحتى كثير من اللي موجودين هنا معانا في البرنامج مهتمين انه يفهمون باللعبه اكثر. اعزائي المشاهدين، يعني استانسنا بلقائنا مع الكابتن مساعد عدنان الشرهان لاعب الشطرنج والمنتسب لنادي الالعاب الذهنيه. كابتن عدنان نقول لك يعطيك العافيه، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في القادم. حياك الله، شرفنا. اعزائي المشاهدين، ننتقل الى فقره اخرى من فقرات صباح الخير ومحسن اخوي عبد المحسن، وحوار ايضا راح يكون مع الشيف وعن اطباق اليوم في برنامجنا برنامج صباح الخير.